السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. جايلكم النهاردة فيديو جديد، فيديو مشوق. تابعوا معايا لآخر الفيديو عشان تعرفوا أنا عملت ايه. ياريت لو انت مش مشتركة معايا في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تحطلي اللايك وكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا وتبقي أختي من اخواتي. بحبكم جدا. زي ما انتوا شايفين أنا بدأت النهاردة الروتين بتاعي من بالليل. بدأت بقى قلت كده اتنشط كده واخلص بقى شوية المواعين اللي في الحوض دول. هما زي ما انتوا شايفين هما مش كتير خالص، فانا قلت كده اتشجع واتنشط كده واخلص اللي ورايا دول، عشان في حاجات كتيره جدا انا هعملها النهارده في الفيديو. حابه ان انا اشكركم جدا على كميه الرسائل والدعاوي اللي اتدعت لحماتي. بجد انا بشكركم جدا من قلبي. هي الحمد لله يعني احسن عن الاول بكتير. يعني ان شاء الله ربنا يقومها كده بالسلامة بإذن الله وتقوم كده وتشد حيلها ان شاء الله. حابة ان انا اشكركم جدا على الكلام بتاعكم والرسائل والتفاعل اللي معايا في الفيديو والبوست اللي انا نزلته. بجد انا بشكركم جدا. زي ما انتوا شايفين بدأت ان انا يعني اغسل كده المواعين اللي انا دعكتها وارجع كل حاجة في مكانها. انا بدأ الروتين من بالليل لان انا كنت في المستشفى زي ما انتوا عارفين، فقلت كده لما خلصت ورجعت كده قلت بقى اما اتنشط كده معاكم وكمان علشان اطمنكم على حماتي. بجد انا بشكركم جدا من قلبي. وهنا كنت خلاص خلصت المواعين وبدأت بقى ان انا ادعك الحوض عشان كده خلاص كده اخلص كل حاجة في قلب المطبخ. هرجع بقى كل حاجة في مكانها. هدعك كده البوتاجاز بتاعي. طبعا انتوا عارفين ان انا موسوسة جدا بالنسبة للبوتاجاز. هو بس كان عليه شوية سخات كده بسيطة، فانا ما بحبش كده اي حاجة تكون وسخة في البوتاجاز. بالنسبة للبوتاجاز بتاعي يعني ما بحبش يكون في اي حاجة كده ما هيش نظيفة. بحب ان انا ادعكه كده واخليه معايا زي الفل زي ما انتوا متعودين معايا. هبدأ بقى كده ان انا اشيل كل اللي عليه دوت. لاحظت كده ان في شوية صفار كده في العين ديت، فشلتها كده كويس ودعكتها وخليتها زي الفل معايا، ورجعت البوتاجاز بتاعي زي الفل زي ما انتوا شايفين بيلمع من كل حتة. طبعا انا عملت لكم الروتين ده على يومين يا بنات، يعني كان من بالليل بعد ما رجعت من المستشفى صورت كده الروتين بتاعي معاكم وهتتابعوا معايا لغاية ما صحيت الصبح وخلصت ونضفت عملت الروتين بتاعي. يعني زي ما انتم شايفين هرجع بقى كل حاجة في مكانها، لان انا مش حابة ان انا اتأخر عليكم اكتر من كده. زي ما انتوا شفتوا ان انا كنت متأخر عليكم في الفيديوهات بتاعتي لان كان يونس تعب، وكمان اجا كمان تعب حماتي، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ف قلت كده اتنشط لان انا لسه هعمل شوية حاجات كده، فقلت اما اعمل قهوة وكمان اعمل لجوزي واخويا معايا لان هما كانوا برضو سهرانين، وجوزي كان سهران علشان كان قلقان جدا على مامته، فما كانش عارف ان هو ينام خالص، فقال لي اعملي كده كوبايه قهوه معاكي علشان انا بجد كان يعني ربنا يكون في عونه برضو وهي والدته. يعني بجد انا يعني زعلت جدا لما عرفت ان حماتي راحت المستشفى وكده. الحمد لله يعني الحمد لله ان هي بقت احسن من الاول بفضل دعواتكم
وكلامكم الجميل بجد، يعني الحمد لله. زي ما انتوا شايفين انا من ساعة ما جربت الكيكة مع القهوة وانا يعني حبيتها جدا، فانا بقيت مدمناها الصراحة مع القهوة، ان انا اقطع كده كيكة الهوهوز. فحطيتها كده كل فنجان ليه 4، وبدأت ان انا ارص الفناجين بتاعتي علشان خلاص هي القهوة بدأت ان هي تستوي معايا. هصب كده النص زي ما انتم متعودين، وهرجع تاني احط القهوة تاني على البوتاجاز عشان الوش يتقل. وخلاص كده هبدأ بقى ان انا اصبها. بجد يا بنات جربوا الكيكة الهوهوز مع القهوة، تحفة جدا وهتدمنوها زي ما انا كده ادمنتها. وكده خلاص خلصت كده القهوة، وبدأت بقى ده الشكل النهائي بتاع المطبخ. دي زي ما يكون الكوفي كورنر بتاعي على صغير شوية، الركنة الجنب كده بتاع القهوة بتاعي. يعني انا بحب الجنب ده جدا لان انا من عشاق القهوة وانتوا عارفين كده كويس. هنا بقى خلاص قلت بقى يعني اروق كده الانتريه، لان العيال كانوا مبهدلين الدنيا، وانا يعني قلت كده اخلص كده واطلع كده على الانتريه علشان اخف كده شوية حاجات من اللي عليا. وكمان استغلتها فرصة ان الاولاد هنا كانوا ناموا، فقلت كده علشان انا بتلبخ جدا زي ما انتوا عارفين لما بيكونوا معايا في قلب الفيديوهات، فبتلبخ جدا، فمش بعرف ان انا اعمل حاجة منهم. وبعدين الانتريه ما كانش متبهدل البهدله اللي هي، فقلت كده يعني اخلصه بالمره علشان اخف شويه حمل من عليا. زي ما انتم شايفين بدات ان انا انفض كده الكنبه كويس وارجع كل حاجه في مكانها. هنا بقى حاولت ان انا يعني اشيل الازاز كده، معرفتش، قعدت كتير جدا علشان احاول ان انا اشيله، مش عارفه خالص. ففين وفين بقى لما فتحته جبت كده المفاتيح بتاعه جوزي وحطيت كده المفتاح ما بين الازاز وطلع معايا الحمد لله. بدأت بقى ان انا انفض كده من تحت ومن فوق وامسحها كده كويس عشان كانت فيها فرافيت بواقي اكل. هرجع كده الازاز زي ما كان. هبدأ بقى ان انا امسح كده وهشيل خالص بتاع الترابيزه دي خالص، هشيلها احطها على الكنبه عشان بقى اكنس بقى السجاده وخلص بقى الانتريه كده. زي ما انتم شايفين هو ما كانش فيه حاجات كتيره خالص، يعني مش زي كل مره زي ما انتم متعودين البهدله والكركبه اللي بيعملوها عيالي. الحمد لله يعني النهارده يعني رأفوا بحالتي، يعني قالوا بلاش يعني نضغط عليك اكتر من كده، انت يعني الحمد لله. هبدأ بقى ان انا اكنس كده من ورا بتاع الكنبة، واشيل كده الجزمة واشيلها كده من مكانها وارجعها في مكانها تاني. هبدأ بقى ان انا الم هنا الزبالة وخلاص. كده هلم كده بالجاروف الحاجات اللي طلعت من قلب الكنبة والسجادة. هجيب كده الشنطة السودا ديت واحط فيها اللي طلع من قلب الانتريه، وهرجع الترابيزة تاني في مكانها. وهنا بقى كان الشكل النهائي للانتريه يا بنات. وكده خلاص كنت هنا نمت بقى وصحيت تاني يوم الصبح عملت كده الأوضة بتاعتي زي ما انتم شايفين. دي بقى اللي كانت متبهدلة خالص. هشيل خالص الملاية ديت
لان هي بقالها كام يوم كده محطوطة، بقالها يومين 3 كده، فقلت اشيلها بقى واغير الملاية وافرد كده واظبط كده الدنيا، واجيب بقى ملاية جديدة من الدولاب وافردها كده على السرير كويس. يعني الاوضه برضو ما كانتش متبهدله البهدله اللي هو بس السرير اللي كان شكله يعني متبهدل، بس هنظبطه دلوقتي والشكل هيكون معانا كويس عن الاول. هفرد كده الملاية بتاعتي كويس، هظبطها على السرير بقى من كل الاتجاهات، وهدخل كده من تحت المرتبة. زي ما انتم شايفين هرجع بقى كل حاجة في مكانها، وهجيب بقى كده الخداديات وهحاول ان انا اظبطها تاني وارجعها تاني في مكانها. يا ريت لو انت تابعتي معايا الفيديو لغايه دلوقتي وما اشتركتيش في القناه، انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. حطيلي اللايك والكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا وتبقي اخت من اخواتي، وتعرفوني انتوا بتتابعوني منين وتنوروني طبعا، بحبكم جدا. زي ما انتوا شايفين انا بدأت ان انا ادخل كده المخدات في قلب الاكياس بتاعتها. بجد انا ببقى مبسوطه جدا لما بشارك معاكم اي حاجه وبشوف رايكم في الفيديو والكومنتات بتاعتكم، بجد انا بفرح بيها جدا. متشكره جدا ليكم ومتشكره ان انتوا موجودين معايا وفي حياتي، وبجد انا ببقى مبسوطه جدا لما بشوف الكومنتات بتاعتكم، وبحس ان انتوا كده بتخشوا تسالوا عليا كأنكم تعرفوني، وانتوا اساسا ما فيش حد منكم يعرفني غير قليل جدا وبسيط. بس انا بجد يعني انا بشكركم جدا من قلبي، بجد انتوا احلى اخوات في الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ودايما كده افضل عند حسن ظنكم، وان شاء الله كده نفضل مكملين مع بعض. زي ما انتم شايفين انا خلاص حطيت كده كيس المخدة وهبدأ بقى ان انا اظبط كده السرير، وهجيب البطانية بتاعتي واظبطها كده على السرير كويس، عشان كده خلاص اخلص بقى، احس ان انا خلاص انجزت كده حاجة وخلصت كده خلاص من السرير. هظبط بس البطانية كويس وكده خلاص. هبدأ بقى اظبط الجنب زي ما انتوا شايفين. يعني يونس كان مبهدل الدنيا خالص، عمال يشد في الحاجة ويوقعها، بجد انا مش عارفة اعمل منه ايه بصراحة، مش عارفة اودي الحاجات دي منه فين. زي ما انتوا شايفين بحاول كده ان انا اظبط الدنيا في الجنب برضو ما كانش فيه بهدلة كتيرة الحمد لله. هظبط كده وارجع كل حاجة في مكانها. هنفض كده الكنب وهظبط كده الدنيا، وهشيل خالص الترابيزه دي من مكانها، لان انا من ساعه ما حطيتها وانا ما شلتش السجاده وما كنستش من تحتها، فقلت كده بقى اشيل بقى واتنشط كده واخلي الاوضه من حواليا نظيفه. اشيل كده خالص السجاده وهكنس كده في مكانها. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا الملم كده الحاجات من حواليا عشان بقى افرد كده واخلص كده
واظبط كل حاجة في مكانها. هفرش كده السجادة وارجع تاني للترابيزة وافرشها واظبط كده المنظر دوت. هكنس برضو الجنب دوت وهشيل السجادة برضو هنفضها، وهبدأ ان انا اكنس من تحتيها وارجعها تاني في مكانها. وده الشكل النهائي للأوضة يا بنات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بحبكم جدا. متنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تحطيلي اللايك وكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا. وهنا كانت عملت أكلة بسيطة كده، حبيت ان انا اشاركها معاكم. بحبكم جدا. تصبحوا على ألف خير.